مرحبا بكم في قناتنا قناة MF Today. أخبار المغرب. جفاف وفرشة مائية تعاني ناقوس الخطر دق، فهل من مجيب؟ هذا كل ما ذكرته قناة من القنوات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي هيبا بريس، الذي تكلم فيها صحفي نيودا محمد منفالوطي. قال: لا نقاش عمومي اليوم سوى داخل رداءات المؤسسات الدستورية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي إلا عن موضوع أزمة العطش وندرة المياه التي باتت تلقي بظلالها المخيفة على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي بسبب انسحاب الأمطار وتوالي سنوات الجفاف وسوء تدبير القطاع المائي وما ترتب عن ذلك من إجهاد مائي قد يهدد الحياة البشرية. ليبقي الأمل قائما على أن توجد السماء بعطائها بقدرة القدير أو بقدرة القدير، علما أن الدول اتخذت سلسلة من التدابير الاستعجالية لمواجهة الوضع، لكن في المقابل لا زال العديد من المواطنين والشركات والمعامل وكبار الفلاحين ماضين في سياستهم الاستنزافية للفرشة المائية على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها الجهات الرسمية. ونحن نعيش على واقع شبه العطش نتيجة قلة التساقطات المطرية وانخفاض حاد في منسوب معظم السدود والوديان، ونحن نعيش على واقع أزمة عطش غير مسبوقة تبقى المسؤولية مشتركة بين جميع المتدخلين المسؤولين ومواطنين لوضع اليد في اليد والعمل على ترشيد مياه الشرب، لا سيما وأن الكثيرون لا زالوا لم يستشعروا الخطر القادم ولم يتعاملوا مع الوضع بنوع من الحزم والمسؤولية. وأيضا قال أنه وآخرون يرون حدائق سكاننا وفيلاتهم الراقية دون حسيب ولا رقيب، ومنهم من تراهم منهكين في تنظيف وغسل سياراتهم الشخصية، والبعض الآخر منغمسا في تنظيف محلات التجارية ومقاهيهم كل مساء استقبالا لزبنائهم ضمن مشاهدات تمضي القلب، حيث تتخذ هذه المياه المتدفقة شكل أحاديد مهاداة مهاداة الطوار لم أقرأ هذا جيدا، ولكن نحن نعيش على واقع شبه العطش كيفما كنا وتداعياته المرعبة على البشر والشجر وباقي المخلوقات. وقالت الجزيرة: أعلى سلطة في البلاد تدخل على الخط، لا يختلف أثناء هذه أو عن كون مكافحة الجفاف والتغيرات المناخية في المغرب تحظى بأهمية بالغة من قبل الملك محمد السادس حفظه الله. لما لا وهو الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة وكل ما له علاقة بتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية الاجتماعية لبلادنا الحبيب. وهذا كل ما ذكر، وهناك المقال كاملا في القناة الإلكترونية قناة هيبا بريس. لمن يريد مشاهدة هذا المقال أو قراءته بالكامل المرجو الذهاب إلى قناة هيبا بريس، وأيضا ستجدون المقال كاملا. قناتنا قناة MF Today، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والضغط على زر الجرس.